يلا نعمل مع بعض النهاردة كيكة الكريم كراميل. كيكة سهلة جدا ولذيذة جدا، ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وكل مكوناتها فعلا هتلاقيها عندك في البيت. ايه ده، انا نسيت اقول لكم ازيكم، انا هبة ودي قناتي. في درق الخلاط هنبدأ نحط 3 ارباع كوباية زيت، 3 ارباع كوباية سكر، كوباية وربع لبن حليب، واخر حاجة باكو كريم كراميل. اضربي بقى المكونات دي مع بعض كده 6 7 دقايق في الخلاط. اضربيهم كويس قوي لحد القوام بتاعهم ما يبقى سميك شوية. بعد كده هناخد كوباية الا ربع من الخليط ده، نركنهم دلوقتي، والباقي حطي عليه بيضتين بدرجة حرارة المطبخ ومعلقة فانيليا صغيرة، واضربيهم تاني دقيقة واحدة كده. وبعدين بقى هناخدهم في بولة بره كده ونحط عليه المكونات الجافة. حطيت الأول معلقة صغيرة خل. المكونات الجافة بقى عبارة عن كوباية ونص دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة الملح. طبعا هننخل الدقيق بالشكل ده، وبعدين بقى ابدأي قلبيهم. قلبي دايما الكيك من تحت لفوق، ما تقلبيش بسرعة كده أو بالشكل ده أهو، من تحت لفوق كده، من تحت لفوق لحد الدقيق كله ما يدوب في الخليط السائل، وما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة عندنا. خلصنا بقى كده الصينية اللي هنستخدمها، بطنيها بالزبدة أو بالزيت لو تحبي، ورشة دقيق خفيفة كده. الفرن مشغلاه دلوقتي على درجة حرارة 220، بس لما هاجي أدخل الكيك هخلي درجة الحرارة 180. شغلته الأول يسخن حوالي 10 دقايق، وبعدين زي ما بقولك هنوطي درجة الحرارة ل180. حطينا بقى الكيك في الصينية كده، وبعدين لازم تخبطي الصينية خبطتين 3 كده تطلعي فقاعات الهواء اللي فيها. الكمية مظبوطة بالظبط على الصينية الوسط دي. هندخلها بقى الفرن. أخدت حوالي 35 دقيقة على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، وطلعت بالجمال ده. هنعمل بقى فتحات كده بالعصاية، وبعدين هنسقيها نص كوباية لبن. هتشرب بقى اللبن كويس كده، وبعدين هنبدأ نزينها بالكريمة بتاعتنا. أنا أخدتها بقى في طبق خارجي بره كده وبدأت أزينها. حطيت عليها الكريمة لما ركنتها شوية في التلاجة، القوام بتاعها بقى يعني بقت أتخن شوية من الأول. حطيت بقى الكريمة كده، وبعدين كيس الكريم كراميل اللي بيبقى في العبوة الجاهزة دي، فتحت فتحة صغيرة قوي، وتزيني بقى بالشكل ده كده، وتاخدي خطوط كده رايح جاي عكس بعض، هتدينا الشكل الجميل ده. دخليها بقى التلاجة نص ساعة كده، أو كمان لو ساعة يبقى أحسن، علشان الكريمة بقى تتماسك شوية. وبعدين قطعي وقدمي بألف هنا. كيكة زي ما بقولك لذيذة قوي قوي، طعمها حلو جدا وسهلة وبسيطة، وما أخدتش معانا وقت خالص، يعني الوقت اللي أخدته كله في الفرن بس. وبألف هنا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.